يا مساء الفل. يلا بينا نعمل غريبة الكيس او غريبة الام. جميلة، شكلها كيوت جدا وطعمها حلو قوي وخفيفة، يعني كمان اخف من التانية وطريقتها سهلة جدا وشكلها كيوت جدا وقمر ورقيقة قوي. تعالى اقول لكم عملناها ازاي. اول حاجة هنجيب 175 جرام سمنة تكون ساقعة، ونضربها بالمضرب الكهربائي لحد ما تكون خفيفة وهشة بالشكل ده. بعدين نحط 70 جرام سكر بودر وكمان شوية فانيلا ونضربهم. لما يكون القوام كريمي كده هنبدأ نضيف 250 جرام دقيق، بس أهم حاجة في المرحلة دي هنضيفهم بالتدريج، يعني شوية بشوية ونضرب بالمضرب. لازم القوام بتاعنا يكون كريمي وهش، ما تنفعش تجمد مننا، نضيفها شوية بشوية. لو لقيناها بدأت تجمد هنوقف الدقيق ونفضل نضرب فيها لحد ما تكون هشة. هي هتاخد معانا كمية الدقيق كلها، هنلاقيها بالطريقة دي هشة وطرية جدا. وما نيجي نشكلها هنلاقي تشكيلها سهل جدا. هي هتاخد معانا 250 جرام دقيق كلهم، يعني ما تقللوش كمية الدقيق عشان تطلع مظبوطة معاكم. هنشكلها بقى بالشكل ده، شكلها رقيقة جدا. شكلوها بقى بالحجم اللي انتوا عايزينه، سواء كبيرة او صغيرة، اي حجم او اي شكل انتوا عايزينه. ممكن نحط على الوش كمان شوية لوني، ممكن نحط مكسرات، حطوا اي حاجة بقى انتوا عايزينها. شايفين شكلها بعد التشكيل؟ كيوت جدا ورقيقة جدا الصراحة. هندخلها بقى التلاجة حوالي 10 دقايق او ربع ساعة قبل ما ندخلها الفرن على درجة حرارة 150. الفرن شغال من تحت بس، بتاخد تقريبا 10 دقايق او ربع ساعة وبتطلع. وعملت كمان شوية بالكاكاو، بس حطوا شوية كاكاو صغيرين عشان اللون يبقى فاتح كده وحلو. وده شكلها بعد ما استوت. شايفين شكلها تحفة ازاي وناعمة، ويعني بصوا جميلة جدا، بتدوب كده اول ما تحطوها في بقكم بتلاقوها دابت على طول، وهشة وتحفة جدا.